واخيرا مسلسل دير ديفل بورن اجين، الشيطان رجع والمره دي اللعبه هتبقى مختلفه. من اول ما ظهر على نتفليكس ودير ديفل خطف قلوب الناس بقصته المظلمه واسلوبه الواقعي في القتال والصراعات النفسيه اللي خلته مش مجرد بطل خارق والسلام، لكنه بعد ما غاب لسنين مات موردك رجع من جديد، والمره دي الاعداء اخطر والمواقف اصعب والمواجهات هتبقى نار. تفتكروا ايه اللي مستني دير ديفل بعد ما خلص على كينج بن؟ او على الاقل ده اللي كان فاكره وظن ان نيويورك هتبقى اكتر امانا، لكن العكس تماما حصل. الجريمه بقت اخطر والاعداء بقت اذكى، ومات موردك لسه متعلق ما بين كونه محامي بيدافع عن الحق وبين كونه دير ديفل اللي بيجيب حق الناس بطريقته الخاصه. المسلسل هيبقى اعمق من الاول وهيورينا قد ايه الصراع النفسي اللي بيعيشه مات موردك صعب، خصوصا مع احتمال ان كينج بن يرجع بقوه وهيكون في طريقه للسياسه، وده معناها انه مش هيبقى مجرد زعيم عصابه بل شخص لا يمكن لمسه بالقانون. واللي ما يعرفش دير ديفل فهو ظهر في فيلم سبايدر مان نو واي هوم، ودي كانت مفاجأة مارفل اللي قلبت الدنيا.